يا قلبي اللي وجعني يا واد يا كسبر. يا قلبي اه حلوة شوية كده يا محمد. ثواني يا جدعان، امي بتنده عليكم. يا واد يا عماد. يا عم تروح يا عم ترد عليها يا عم، تشوف عايزاكش تولع انت وهي. الحقوني يا ولاد انا تعبانه. يا محمد. مع بعض عادي يعني. انت يا عم امك بتنده عليك. يا عم انا مالي يا عم، قوم انت شوفها يا عم، بدل ما تقول لك والشغل ده، قوم يا عم سكتها يا عم. قوم يا عم تروح شوف فيها عايزه ايه، روح شوف يلا. اخواتي. يلا يا عم المنبه ان ده ضمك شيلك في بطنك 9 اشهر، مش عارف تستحملها يومين. وكبرت خلاص. بتخانقوا مع بعض. يا عم هات ربنا يبارك فيكم. شوف ما حد قال لها تخلفنا. يا ولاد انت جيت يا محمد، تعال الحقني يا محمد. ايوه جيت يا ماما. ايه يا ماما مالك في ايه؟ ايه تعبك؟ حبيبي يا محمد، انا عارفه ان انا تقيله عليكم بس استحملوني بقى، انا عندي مرض وحش. هم اخواتك ما جوش ليه؟ انا بنده عليكم من بدري. ما تقوليش يما كده، كل حاجه فداكي، بكره هيكوني بخير وانا معاكي. بالنسبه لاخواتي ما تحطيش في دماغك، هم كبروا وكل حاجه، بس المفروض يحسوا بالمسؤوليه. بس انا اصغر واحد فيهم حاسس بيكي، دايما كنت بتلعبيني وانا صغير وتجيبي كل حاجه، كنت طبعا تفضلهم عني وبتجيبي اكتر واكتر، بس انا هكون جنبك متزعليش يوم. انا مش زعلانه يا ابني، انا بس خايفه عليهم من ربنا، الله يسامحهم، بس كنت عايزه منك تجيب لي العلاج. ربنا يسامحه، انا هقوم اجيب لك العلاج، دقيقة واكون عندك. ربنا يرضى عليك يا ابني واسترها معاك. هنعمل ايه يا معلم في امك دي؟ والله يا عم انا بقيت قرفان وطهقت، حسيت انها تقيله قوي كده يا اخي الايام دي. ما تيجي نموتها. انت بتقول ايه يا ابني؟ انت هبل ولا ايه؟ ما ينفعش اللي انت بتقوله ده اصلا، وغير كده كمان ده امك، مهما نعمل فيها هي امك. لا انا عندي حل تاني. طب وايه هو الحل التاني ده؟ حلو قوي كده، تفتح دماغك معايا. بص يا سيدي، اللي زي دي بدل ما هي تعبانه كده لازم نوديها دار مسنين. ايه رايك؟ يا ابن الجنيه فكره حلوه قوي، بس اخوك التاني ده الطاري ده بيحبها قوي، هيقف لنا فيها زي الشوكه في الزور. ساعتها يبقى عارف مكانها ويروح يزورها، تشغلش بالك انت. حس كده بقى. حلو الكلام. وانا ليا واحد صاحبي شغال اصلا في دار مسنين، حلو اكلمه لو نظبط الموضوع ده. تمام، كلمه. انت خلصان. مستني ايه؟ مش مستني حاجه. انت صح. وهجيب التليفون. تمام. الو. الو. ايه يا دكتور مدحت، اخبارك ايه؟ يا محمد اخبارك؟ والله وحشنا يا دكتور. حبيبي انت اخبارك ايه؟ زي الفل حبيبي، اخبارك؟ يا رب دايما. كنت بكلمك كده بخصوص والدتي، عايز اوديها عندكم في الدار. عايز توديها عندنا في الدار؟ اه. طب بص، ممكن اسبوع كده ولا حاجه. طب مش اقرب شويه؟ والله انت عارف الدنيا ماشيه عندنا ازاي واجراءات وحاجات، فانا هفضي لك مكان. طب عشان خاطري في اسرع وقت وتقول لي. خلاص ماشي، استنى مني تليفون. ماشي يا دكتور. حبيبي ماشي تسلم. كده عسل قوي. معلش ياما، جبتلك علاج وعليا فلوس، ولا حد من اخواتي حتى فكر اديني حتى 100 جنيه اجيب العلاج. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يا ماما عامله ايه؟ جبتلك العلاج اهو. تسلم يا حبيبي، تسلم لي يا محمد، والله ربنا يوسعها عليك يا رب. انت عارف ان انا من غير العلاج ده ما اقدرش اقوم على رجلي ولا اشوف شغلي. ربنا يرضى عليك. ربنا يديك في حياتنا يا ماما. استأذن انا. يا ولاد مين اللي في المطبخ يا كزبر؟ يا عماد والنبي كوبايه ميه معاك يا عماد. تمشي بقى.
ناقصينك. خد هنا. هو انت لو تودي امك ده مسنين؟ نزل ايدك بس وانت بتكلمني. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ الكلام ده الكلام ده الدكتور اللي قال لي. دكتور، انت اي حد بقى يجي يقول لك اي كلمتين هبل تصدقه على طول؟ ما انت لطخ. هود امك دار مسنين، انت اتجننت؟ لا حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كسبر يا ابني. انت بقى عايز تودي امك ده مسنين ليه؟ هندان، ما تنساش ان انت اخويا الصغير، مش عايز ازعلك وانا ما اعملش كلام زي ده حبيبي، ماشي؟ ولا قال لك انا عايز افهم، بس عايز افهم، انت جيت في مره حتى اديت لامك قرشين تاخد يما ضمك انا جبتهم لك ليك عشان علاجك؟ جيت في مره ناولتك كوبايه ميه انت اخوك الزباله التاني؟ ما تاكلنا يالا منها يالا احسن يالا، صوتك ما علاش عليا يا حبيبي، ماشي؟ وانا قلت لك لا يبقى لا. كده جنبك تاني عشان ما توحشكش. بقول لك يا استاذ احمد، انا محتاج بس 2000 جنيه لحد اخر الاسبوع، اصل امي تعبانه جدا وعايز اجيب لها شويه حاجات، وانت عارف ان اخواتي قاسيين شويه ومعاهم فلوس مش عايزين يطلعوا وعايزين يودوها دار مسنين. محتاج بس 2000 جنيه لحد اخر الاسبوع وارجعهم لك تاني، هجيب لك حاجه بس تفرحها. خلاص يا حبيبي ولا اي حاجه، يعني هديك اللي انت عايزه، يعني سيبني بس 5 دقايق. حاضر براحتك. بقول لك ايه يا استاذ، انا خلصت كل حاجه قلت لي عليها. خلاص تمام، روح انت. ايه مالك واقفه ليه؟ ما تمشي. ايه ده؟